بيعملوا دايتس ما بيخسوش، إمم. بيعملوا رياضة وما بيخسوش، بيعملوا تحاليل مقاومة بقى انسولين والكلام ده وما بيخسوش، لحد ما فهموا إنه في حاجة اسمها كورتيزول بجد بتأثّر. إيه بقى الكورتيزول ده؟ بُصّي، الكورتيزول ده stress هرمون، يعني الهرمون اللي بيتفرز في الجسم لمّا أنت بتبقى تحت أي stress بقى عصبي، ذهني، نفسي، الأعراض بتاعة بتاعة الكورتيزول. الكورتيزول أول حاجة مشاكل في النوم، أنا مش هاعرف أنام كويس، الpuffy face بقى أو الmoon face الmoon اللي هُم face ده وش بيسموها القمر، تلاقي وشّها بتصحى بيه منفّخ. إمم. water retention في أجزاء من الجسم، بالذات الحتّة اللي عند الدراع، الحتّة اللي عند الرجلين، وأنا ليه الحتّة دي منفّخة؟ الناس أوكي. بتفتكر إنه جسمها بيخزّن فاس في الحتت دي أكتر، لكن هو مَيّة أصلًا. وهو بيبقى water retention. إمم. الشعر يبتدي يرفع أوي ويبتدي يُقع ويبتدي اهم. يتكسّر، في بقى مشاكل severe شوية بتيجي في الjoints، المفاصل بتاعتي تبتدي توجعني، أحس إن أنا همدان، تعبان، مش قادرة أعمل أي مجهود خالص، الmood بتاعي ده طبعًا في mood swings على مدار اليوم، وممكن في ناس ييجي لها depression بسبب إن الcortisol level بتاعها على طول عالي، ممكن أكون عُرضة لtype 2 diabetes، إن أنا ييجي لي سُكّر نوع تاني، أوكي. ماشي، لإن الcortisol والإنسولين في علاقة بينهم جامدة جدًا، لو ده عالي ده عالي والعكس. يعني الكورتيزول لمّا بيعلى الأنسولين بيعلى. الأنسولين بيعلى، عشان كده لمّا أنا باكون ده التفسير بتاع لمّا أنا باكون stressed ليه أنا باcrave أكل، أنا مش جعان، إمم. لإنه أنا لمّا الكورتيزول بيبقى عالي، الأنسولين بيعلى بيقلل سُكّر الدم. تكوني عايزة تاكلي حاجة حلوة.